تعرفنا المرة اللي فاتت على أنواع المنشآت. تعرفنا كمان إن أنا محتاج أحسب القوى الداخلية عشان أقدر أصمم المنشآت دي. ولكن هل المنشآت المختلفة دي طايرة لوحدها كده في الهواء؟ أكيد لأ. أكيد في حاجة معينة شايلة المنشآت دي، والحاجة دي هي اللي بنسميها الركائز. عشان كده النهاردة هنتعرف مع بعض على أنواع الركائز وإزاي أقوم بعمل تبسيط للمنشأ. لو سألتك دلوقتي سؤال وقلت لك الاستراكشرال اناليسيس دي هي مرحلة بتتم قبل التصميم ولا بعد التصميم؟ هترد انت بناء على الكلام اللي قلناه في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، وهتقولي ان الاستراكشرال اناليسيس ده هي مرحلة بتكون قبل التصميم. طب بالتالي ده معناه ان انا لسه معرفش اصلا ابعاد المنشأ اللي انا هصممه. فلو نفتكر مثلا مع بعض المرة اللي فاتت لما جيت ارسم الاحمال الموزعة، كنت راسم الكاميرا بأبعادها والأعمدة بأبعادها. طب ازاي أصلا وأنا لسه ما صممتهمش؟ أنا لسه ما أعرفش الأبعاد ديت هتكون كام. عشان كده بنلجأ لجزئية بنسميها idealization of structure، أو بالعربي نقدر نقول عليها تبسيط المنشأ. تبسيط المنشأ دوت عبارة عن إيه؟ لو افترضنا إن أنا عندي كاميرا بالمنظر دوت وأنا باصص لها من الجنب في السايد فيو، هنلاقي إن الكاميرا دي بالتأكيد ليها سنتر لاين بيمر في النص بتاعها بالظبط لأن هي عبارة عن مستطيل، وهنلاقي إن كمان الأعمدة ليهم سنتر لاين بيمر في المنتصف بتاعهم. موضوع تبسيط المنشأ ده بقى بنقول فيه إننا بنفترض إن أنا هعبر عن الكاميرا بخط. الخط ده بيمثل السنتر لاين بتاع الكاميرا دي، وهعبر كمان عن الأعمدة بحاجة بنسميها ركيزة أو سبورت، والركيزة ديت بحطها في السنتر لاين بتاع العمود. معنى كده ان الكاميرا انا ما عدتش برسمها بكامل طولها، لا انا بقيت بعتبر ان الكاميرا طولها هو عبارة عن المسافة من سنتر لاين العمود لسنتر لاين العمود. طب ايه هي انواع الركائز ديت؟ واشمعنى رسمت الركيزة اللي على الشمال بشكل واللي على اليمين بشكل تاني؟ في انواع عديدة للركائز اللي هنتكلم عنهم هنا، هم اشهرهم واهمهم واللي هيقابلوك بنسبة كبيرة في حياتك العملية. أول نوع من الركائز بنسميه رولر سبورت، أو بعض الكتب بتسميه روكر. ممكن نقول عليها بالعربي إنها ركيزة متحركة. وعشان تتخيلها أكتر نقدر نقول إن الرولر سبورت دي عبارة عن حاجة شبه الباتيناج بالظبط. فلو عندها شخص لابس الباتيناج ده وبيتحرك بيه، هنلاقي إن الباتيناج ده بيمنع حركة الشخص في الاتجاه الرأسي إن هو شايل وزنه، ولكن في نفس الوقت هو بيسمح له بالحركة في الاتجاه الأفقي، وممكن كمان يسمح لك بالدوران. يعني إذا الرولر سبورت ديت هي ركيزة بيكون عندها منع للحركة في الاتجاه اللي هو في الحالة بتاعتنا ديت الاتجاه الرأسي، ولكن في نفس الوقت هي بتسمح بالحركة في الاتجاه الأفقي، وكمان بتسمح بالدوران للمنشأ بتاعنا بزاوية مقدارها سيتا. الدوران ده بالظبط زي اللي كان مثلا بيحصل في المثال بتاع المسطرة اللي قلناه المرة اللي فاتت. طبعا في حالة الرولر سبورت الدايرتين دول بقى ما بيمثلوش عجل زي الباتيناج، لا دول بيمثلوا اسطوانات في الاتجاه العمودي على الشاشة. ونتيجة ان الرولر سبورت تمنع الحركة في اتجاه واحد بس اللي هو الاتجاه الرأسي، اكيد بيتولد عندها قوة. القوة دي هي اللي مسؤولة عن منع الحركة في الاتجاه ده، والقوة ديت هي اللي بنسميها الرياكشن او رد الفعل، زي ما اتعرفنا قبل كده في الفيديو بتاع مبادئ الاستاتيك. طبعا الرولر سبورت دي ممكن انها تكون مايلة، مش شرط انها تكون بتتحرك في الاتجاه الافقي. فبالتالي في الحالة اللي عندنا دي هنلاحظ انها بتتحرك في الاتجاه المايل، وبتمنع الحركة في الاتجاه العمودي عليه، وبرضه بتسمح بدوران المنشأ بزاوية وليكن اسمها سيتا. بالتالي هي في الحالة دي عندها رد فعل واحد بس عمودي على اتجاه الحركة. طب الرولر سبورت دي بشوفها فين في الطبيعة؟ الرولر سبورت دي ممكن تشوفها بنفس شكلها دوت في حالة الكباري، بتكون مصنوعة من الستيل بنفس المنظر اللي قدامنا ده. النوع اللي بعد كده من الركائز حاجة بنسميها هنجد سبورت، أو بعض الكتب بتسميها بين، بالعربي ممكن نقول عليها ركيزة مفصلية. عشان تتخيلها أكتر نقدر نمثلها بإن هي زي بالظبط الحاجز اللي بيكون عند المزلقان بتاع السكة الحديد. فهنلاحظ وليكن الحاجز اللي قدامنا دوت متثبت من عند نقطة A. هنلاحظ إن نقطة A ديت عندها منع للحركة في جميع الاتجاهات، ولكن في نفس الوقت بتسمح بالدوران بنفس المنظر اللي قدامنا ده. يعني إذا نقدر نقول إن الهنجد سبورت ده هي عبارة عن ركيزة تمنع الحركة في جميع الاتجاهات،
ولكن بتسمح بدوران المنشأ بزاوية مقدارها ثيتا. طيب لو احنا عندنا مثلا النقطة اللي اسمها برضو نقطة A ديت عايزة تتحرك في أي اتجاه وليكن الاتجاه المايل بالمنظر اللي قدامنا ده، هنلاحظ إن المسافة اللي هي عايزة تتحركها دي ليها مركبة أفقية ومركبة رأسية. يبقى بالتالي أكيد في رد فعل أفقي مسؤول إنه يمنع المركبة الأفقية للحركة، وكمان رد فعل رأسي مسؤول إنه يمنع المركبة الرأسية للحركة. يبقى إذا الهنجد سبورت دي لأنها بتمنع الحركة في جميع الاتجاهات نقدر نقول بكل بساطة إن عندها رد فعل رأسي ورد فعل أفقي، ولكن هي كمان بتسمح بالدوران. طيب لو الهنجد سبورت ديت اترسمت مايلة ما تفرقش معايا في أي حاجة، هي في جميع الأحوال بتمنع الحركة في جميع الاتجاهات وبتسمح بالدوران، يبقى إذا برضو عندها رد فعل رأسي ورد فعل أفقي مش أكتر. بعض الكتب بترسم الهنجد سبورت دي بشكل مختلف شوية زي اللي واضح قدامنا ده اختلاف شكل مش أكتر، إنها برضو عندها رد فعل رأسي ورد فعل أفقي. طب الهنجد سبورت دي ممكن نشوفها فين في الطبيعة؟ الهنجد سبورت دي ممكن نشوفها مصنوعة من الستيل في حالة الكباري بالمنظر اللي قدامنا ده، أو المنظر ده اللي هو قريب بنسبة كبيرة من شكل الهنجد سبورت اللي كانت مايلة. كمان أغلب الأعمدة بالنسبة للكاميرات وبالنسبة للسقف تعتبر إنها هنجد سبورت. كمان برضو الهنجد سبورت ديت ممكن اشكلها بصورة مختلفة شوية زي المنظر اللي قدامنا ده، ان انا بفصل وليكن الكاميرا عن العمود وببدأ في الفراغ اللي ما بينهم ده احط شرايح من الصلب وبينهم مادة شبه المطاط كده او بعض الاحيان بنسميها نيوبرين، وديت بتكون اسمها ريال هنج او ريال سبورت، ودي هتتعلم تصممها بالتفصيل لما تدرس خرسانة. كمان ممكن نفس المنظر ده اعمله عند نقطة الاتصال ما بين العمود وما بين الاساسات، برضو افصل العمود عن الاساسات تماما وابدا احط في الفراغ اللي ما بينهم ده شرايح من الصلب وبينهم ماده برضو اللي قلنا انها زي المطاط كده او اسمها نيوبرين. النوع اللي بعد كده من الركائز هو حاجه بنسميها الفيكسد سبورت او نقدر نقول عليها بالعربي ركيزه مثبته. الركيزه ديت عشان تتخيلها اكتر نفترض ان انت واقف كده وماسك المسطره حرف التي بتاعتك. لو انت مش ماسك المسطره كويس هتلاقي ان المسطره دي بيحصل لها دوران حوالين ايدك، انما انت لو مسكت المسطره دي باحكام وقفلت عليها جامد هتلاقي ان انت منعت الدوران ده ومنعت ان المسطره تتحرك في اي اتجاه. وده بالظبط نفس فكره الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت دي عباره عن ركيزه بتمنع الحركه في جميع الاتجاهات زائد انها كمان بتمنع الدوران. يعني لو بصينا للمنشأ تحت تأثير الأحمال هنلاقي ان المنشأ عند نقطة الفيكسد سبورت دي مفيش أي دوران، ده تقريبا المنشأ شبه محافظ على حالته اللي هي كانت أفقية. بالتالي نتيجة إن الفيكسد سبورت بتمنع الحركة في جميع الاتجاهات بيكون عندها رد فعل رأسي ورد فعل أفقي بالظبط زي الهنجد سبورت، وبيزيد عليهم كمان رد فعل مسؤول عن إنه يمنع الدوران، والرد فعل ده اللي هو بنسميه عزم أو مومنت. طبعا ممكن تبقى الفيكسد سبورت مايلة برضو مش هتفرق معايا في أي حاجة، إنها هتمنع الحركة في جميع الاتجاهات وكمان هتمنع دوران المنشأ، بالتالي عندها رد فعل رأسي ورد فعل أفقي وعندها عزم. الفيكسد سبورت ديت ممكن إنها نشوفها في الطبيعة في حالة الأساسات. أغلب الأساسات بالنسبة للأعمدة بتكون عبارة عن فيكسد سبورت، إلا لو إحنا زي ما قلنا في الهنجد سبورت إن إحنا فصلنا العمود عن الأساسات. كمان الفيكسد سبورت ديت ممكن إنها تكون عبارة عن أعمدة بأبعاد كبيرة شوية، وفي الحالة ديت مش بنسميها بقى أعمدة، بنسميها حوائط خرسانية. النوع اللي بعد كده من الركائز هو نوع بنسميه سلايدر سبورت أو بالعربي نقول عليها ركيزة منزلقة. وعشان أكون صريح معاك النوع ده من الركائز نادرا ما هتقابله في حياتك العملية كمهندس مدني. طب لما هو حاجة نادرا كده ما تكون موجودة احنا ليه بنقوله هنا؟ لسبب ان في بعض احيان في حالة المنشآت المعقدة واللي بنسميها اسم كده منشآت غير محددة استاتيكيا، ودي اعرف الاسم بس دلوقتي لغاية ما نشرحها بعدين ديت عبارة عن ايه. ممكن ان انا استفيد من التماثل في المنشآت ديت وافترض انا وجود السلايدر سبورت ده رغم انه مش موجود في المنشأ، انا بفترض وجوده، وفي الحالة ديت نتيجة افتراضي لوجوده دوت بيسهل عليا الحل بصورة كبيرة جدا. ممكن منشأ يكون هياخد مني 4 صفحات عشان احله واحسب ردود الافعال واحسب القوى الداخلية اللي بتأثر فيه، لا نتيجة ان انا افترضته لا احله في صفحتين بس. وليكن السلايدر سبورت ده عبارة عن ركيزة بتتحرك في اتجاه وليكن الاتجاه الرأسي زي المنظر اللي قدامنا ده، ولكن بتمنع الحركة في الاتجاه الأفقي وكمان بتمنع الدوران. بمعنى آخر نقدر نقول إن السلايدر سبورت ده هو عبارة عن هجين ما بين الرولر سبورت والفيكسد سبورت. بالتالي نتيجة إن هو بيمنع الحركة في الاتجاه الأفقي عنده رد فعل أفقي،
وبيمنع الدوران، فإذا عنده عزم. يبقى إذا من كل اللي قلناه أنا محتاج إني أحسب ردود الأفعال ديت عشان أقدر أصمم الركائز المختلفة، سواء كانت مثلا أعمدة أو كانت أساسات. وفي أغلب المنشآت عشان أقدر أحسب القوى الداخلية اللي بتأثر في المنشآت ديت وأصممها، محتاج الأول إن أنا أحسب ردود الأفعال. طب ردود الأفعال ديت هحسبها إزاي؟ مبدئيا كده، هو انت بتصمم المنشأ عشان يبقى ثابت في مكانه ولا بيتحرك؟ تقول لي لا، اكيد بصممه عشان يكون ثابت في مكانه. بالتالي انا عشان اضمن ان المنشأ يكون ثابت في مكانه تحت تأثير الاحمال المختلفة، بكون مضطر اني اطبق معادلات الاتزان equilibrium equations. معادلات الاتزان دي اللي هي سيجما اكس بتساوي صفر عشان اضمن ان المنشأ ما بيتحركش في اتجاه اكس، وسيجما واي بتساوي صفر عشان اضمن ان المنشأ ما بيتحركش في اتجاه واي، وسيجما المومنت عند أي نقطة بيساوي صفر عشان أضمن إن المنشأ ما بيحصلوش أي دوران. والكلام ده كله المفروض عندنا فكرة عنه من الفيديو بتاع مبادئ الاستاتيكا. المفروض كده إن إحنا نبدأ نتعلم إزاي نحسب ردود الأفعال، ولكن قبل ما نعمل كده إحنا محتاجين الأول نتكلم عن شوية جزئيات مهمة. واحدة من الجزئيات ديت هي اللي هنتكلم فيها المرة الجاية، واللي هي هنتعرف فيها إزاي نتعامل مع الأحمال الموزعة بإذن الله.